بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا باشا. اتفضلوا يا باشوات، بتدوروا على حاجه معينه؟ ابن اختي تايه وبندور عليه. جاي اشتري هدوم يا عم. مشيت ونزل عندكم ولا لسه؟ منور الدنيا يا سفير. عندنا كليش كان اخر اشاخه، هياكل منك حته طب وليله. ما تفرجنا كده يا حموكش. عندي حته جاكيت بومب جامد زحلقه. هو الجاكيت ده منفوخ كده لعبه الشاه؟ دي حته ايرباج مضاده للصدمات يا باشا. يعني مثلا لو نازل تتدنجل مع الحته بتاعتك وجا عيل جربان بمكنه صيني عايز يقل منك، جه الواد مثلا عايز يرزعك ولا يخبطك ولا حاجه، الجاكيت هتطز والخبطه هترد في خلقته وتجيبه الارض. عيل ايه ومكنه صيني ايه؟ انت مش عارف انت بتتكلم مين ولا ايه؟ ده بالشاه. يعني لو حصل حاجه زي كده معاه الدميات كلها تختفي من على طب الخريطه. بص ما تعرضهاش قوي يا حموق عشان حصلت من يومين والخريطه زي الفل. ما علينا. الحته دي عامله كام يا هندسه؟ الحق يا ابو الشاه، ده مكتوب عليها 1357. ايه يا عم انتوا اسعاركم غاليه كده ليه؟ ده انا فكرت رقم الكود بتاع القطعه. ايوه يا باشا، ما هو ده فعلا رقم الكود، بس سعرها اصلا 4300. ليه يا عم؟ جاكيت ابو تريكه ولا ايه؟ والله يا باشا الاسعار السنه دي نازله موحوحه. انت عايز حاجه في حدود ايه؟ انت شكلك من محدودين الدخل. لا محدودين الدخل ايه بس؟ صلوا على النبي. انا عايز حاجه لمعدومين الدخل. هو انتوا مش عاملين عرض يا حبيبني؟ انتوا كاتبين بره ان القطعه ب 75 جنيه. انتوا جايين عشان العرض. عالم جاي يعني طلعتوا بتوع مصالح. على راي المثل كله بتاع مصالح، ما فيش حد يا صالح. عم امال جايين عشان خاطر عينك الجريئه؟ ما تنجز يا عم. فين الحاجات اللي عليها عرض؟ جنبكم الزباله اللي في اخر المحل ده يا باشا عند الكبانيه. ايه يا عم ده مش هدوم يا عم، ده قماش مهلهل. ده ورق تواليت جاي. والله يا باشا هي دي الحاجات اللي عليها عرض. عايز تشيك فك الكيسه. طب بص يا شيخ، انا عايز اغير ستايل لبس خالص عشان بقالي كتير بنفس الطقم. ايوه يا باشا، بقالنا كتير قوي بنشوفك بنفس القميص والبنطلون. عايزين نغير بقى يا باشا. انا تحت امرك وامرني. شوف عايز اجيب لك وانا اجيبه لك. هات لي قميص ازرق كحلي وجرافطه سودا عيش كده. طب ما انت لابس نفس الطقم يا باشا، امال ايه عايز تغير؟ ده نفس الكرافته السودا حتى. انت شكلك عندك عمى الوان وهتقرفني معاك. دي سمرة، انا عايز واحده سودا يا ابو جهل. يا عم انا مالي، وانا اللي البس ولا انت اللي البس؟ جاتك نيله وانت جايف. ومفيش عندك بروفا نقيس فيها الهدوم؟ ايه لا يا حبيب اخوك، احنا رجاله زي بعض ولا انت عندك حاجه خايف مني؟ قصدك ايه يا جدع انت؟ عشان الكلام اللي انت بتقوله ده اهوت اطر في رقاب. يعني لا يكون الاندر وير بتاعه مقطوع ولا حاجه؟ عادي يا باشا، كله من بره على الله ومن جوه حسبي الله. طب ايه رايك بقى عندنا فيك اخد الهدوم من غير ما اقيس؟ لف لي الهدوم في كيسه سمراء ولا سودا يا باشا؟ ده انت دمك خفيف بقى وخفيف الظل وكده. شوف يا عم حسابك كام يا عم الكوميديان عشان هموت من الضحك هنا قدامك. مش ازرق وجرافطه كده الحساب 3070 جنيه يا باشا. الحق يا ابو الشوق، ده بانه عبيط وقرعن. شكله قرعن فعلا. بص يا باشا، هتجيب الحاجه بسعر معقول ولا اكلمك ام سندس تاخدها بسعر مش معقول؟ كلم اللي تكلمه يا باشا، انت تخوفني ولا ايه؟ يا ام سندس ايوه. وشوح بايده كده وقال مش هم اي حد. خلاص ماشي حاضر. هحط لك التليفون في وضع السماعه الخارجيه اهو. انت انا مزعل الناس منك ليه انا يا بياع؟ ازيك يا ست الكل؟ اخبارك؟ ما اقدرش ازعلهم والله، ما اعرف انك تبعهم يا ام سندس. ده احنا زمان بقالنا 10 سنين. ايه الكلام ده؟ 10 سنين ايه يا ماما؟ انا بقالي اسبوعين اصلا مأجر المحل. خلاص يبقى تكرمنا عشان نبقى زباينك، ما تقاوحش معايا. خلاص اللي تشوفيها يا ست الكل، ماليش بركه الا انت. هو حساب الحاجه كام يا اخوي؟ الاستاذ واخد قميص وكرافته ب 3070 جنيه يا حاج. خلاص يا شوقي راضي، ما تزعلوش. اديله 70 جنيه ومبروك عليك وعليه. حاضر يا طنط ام سندس. 70 جنيه ازاي بس يا حاج؟ ده مش جايبين تمن الكيسه. ولا بقول لك ايه، انت شكلك مش عايز تبيع. هتديهم ب 70 جنيه وهتديهم حزام هديه كمان. خلاص يا ماما اللي تشوفيه، ماليش بركه الا انت. اكمل الاول، لازم ندخل الامهات في الموضوع. عيل قرعن.